السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد وهنعمل فيه مع بعض العجينه الاسفنجيه محشيه الفراخ الفاهيتا والموتزاريلا. عجينه طريه جدا وطعمها جميل جدا جدا جدا. تعالوا اقول لكم انا عملتها باسهل طريقه واسهل مكونات ازاي. هنبدا نحط 3 كوبايات ونص دقيق. هنحط 3 معالق كبيره سكر، 3 معالق لبن بودره، معلقه ونص خميره، معلقه صغيره ملح. نحط عليهم بضايه ونعجن بقى الكلام ده كله كده مع بعض. نضيف كوبايه ميه دافيه تدريجي. ما تبدا بقى ان هي خلاص بقت بتلم معانا كده اهو، نضيف تلت كوبايه زيت. ولحد ما توصل معانا بالقوام ده كده وبالشكل ده نحطها في البوله، بس نتاكد ان هي فيها شويه زيت صغيرين زي ما هي كده لمده ساعه تخمر. وبعد كده نرجع عشان نشتغل فيها. عشان نعمل الفراخ اللي هنحشي بيها الفطيره، هنجيب طاسه نحط فيها شويه زيت تسخن جامد كده، ننزل فيها الفراخ بتاعتنا مقطعها بالشكل ده. اول ما لونها هيغير كده هنبدا نتبلها: ملح، فلفل، زعتر، بهارات مشكله، وبابريكا. ننزل عليها الخضار: بصل وفلفل احمر وفلفل اخضر. ولما توصل للشكل ده كده وندوقها ونلاقيها ان هي استوت، هنقفل عليها النار عشان نعملها في الحشو بتاع العجينه. ورجعنا للخميره بعد ما خمرت. ايه ده؟ طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ ورجعنا للخميره بعد ما خمرت. هقطعها حتتين نفردها. هنجيب ورقه الزبده نجيب شوكة ونخرمها عشان ما تنفش معانا في الفرن. هنجيب الحشو اللي احنا عملناه الفراخ، نحط لها شوية زيتون مخلي، هنديها رشة جبنة موتزاريلا. نيجي بقى بالعجينة التانية كده بشويش ونغطي عليها وندوس على الأطراف عشان يمسكوا بعض. نضغط عليها كده من النص عشان الحشو يتوزع على الأطراف من جوه. ونخرمها بقى من على الوش عشان الوش ده ما ينفش معانا في الفرن. بعد ما خرمناها نجيب شوية لبن وندهن الوش بالشكل ده. نحطها في الفرن على درجة حرارة 190. يكون الفرن مسخنينه من قبليها عشان تاخد وش على طول. وأول ما وشها يحمر هنطلعها من الفرن. ده كده شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. ده بقى رشة موتزاريلا من على الوش. هنحطها في الفرن تاني لحد الجبنة تسيح، وبعد كده يبقى كده خلاص. وأوريكم شكلها بقى عامل ازاي بالشكل ده كده. هنغطيها بفوطة لمدة 10 دقايق عشان تهدى وتطرى ونعرف نقطعها. هنكشف عنها بقى بعد 10 دقايق. ده شكلها وريحتها تحفة.
شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ جامدة أوي. طرية مش ناشفة، والعجينة طعمها حلو أوي 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 أوي. ممكن تعملوها بلحمة مفرومة، الفراخ فيها بوم بوم بوم. جامدة 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 جامدة. جربوها، الفراخ طعمها جامدة أوي، والعجينة طعمها حلو جدا جدا جدا. ده أوي بوم يا جدعان.